فرديناند ليسيبس، صاحب مشروع قناة السويس، وهو سياسي فرنسي درس مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسط لفترة طويلة. وحاول إقناع عباس باشا به فرفض، وحاول بعد ذلك مع سعيد باشا واستطاع تنفيذ المشروع. وأقيم لفرديناند ليسيبس تمثالا عند مدخل قناة السويس في بورسعيد. والذي أطاح به رجال المقاومة الشعبية عقب رحيل جنود العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.